مساء الخير بالأبطال. فيديو النهارده للمبتدئين لتمرينة الظهر اللي اتفقنا عليها قبل كده. هنلعبوا ظهر وباي تأسيس للناس اللي هي مبتدئة أول شهر أو أول شهر ونص في الجيم. ركز معايا، أهم حاجة تنفذ بالتكنيك اللي احنا هنلعبه بيه. يلا بينا. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. السحب العالي أهم تمرين هنبدأ بيه للتأسيس. تمرين السحب العالي لعبنا كله 4 مجموعات في 10 عدات. هنخش جوه خالص بجسمنا على قد ما نقدر، وهننزل قدام على الصدر ونطلع نفرد ايدينا لحد فوق خالص. هننزل لحد الصدر، يا دوب هنميل ميله اللي هو المسطره تعدي من قدامنا ونثبت على كده. افرد جسمي لحد فوق خالص وانزل نازله كامله، طالعه كامله ونازله كامله. طبعا لعبنا كله 4 في 12. اهم حاجه التكنيك بتاعنا يبقى مظبوط. بعد كده هنخش على التي تعريض طبعا عشان تجيب عرض الظهر والعضله العريضه في الظهر. فهنبدا برضو هنلعب 4 مجموعات في 10 عدات ونركز في العصره. اهم حاجه كوعك يبقى مفتوح كده، ما يبقاش مقفول ولا مفتوح جامد، يبقى جايب زاويه كده. انزل نازله كامله واطلع طلعه كامله واثبت فيها ثانيه. طبعا التمرين ده مهم جدا، اهم حاجه العبه بالطريقه والتكنيك ده. طبعا هخلي الكرسي ساند هنا على العظمتين اللي هم فوق المعده عشان ما اكتمش نفسي. وبعد ما نخلص التمرين ده هنخشوا على المقبض الارضي. بعد كده هنخشوا على المقبض الارضي لللتس من تحت، وهنركز ان رجلينا تبقى مفروده بس فيها كسره بسيطه، واسحب على بطني واثبت ثانيه وافرد جسمي قدام. اسحب بكوعي واثبت ثانيه وافرد لحد ما العضله تولع معايا. طبعا هنلعب 4 مجموعات في 10 عدات ونركز في التكنيك بتاعنا يبقى مظبوط على طول. بعديها على طول هنرجع للسحب العالي تاني، بس المره دي هنلعب بالمقبض. ممكن نحط المقبض التاني لو المقبض ده متوفر عندك عادي، مفيش اي مشكله. هنمسك ماسكه كده. اهم حاجه اكون نازل بكوعي، يعني نازله بكوعي انزل بكوعي كده، ما اسحبش كده. كده انا ممكن هشغل معايا الباي اكتر ما هشغل اللاتس اللي انا عايز استهدفها. فركز ان انا ابقى نازل في كوعي، لان تمارين الظهر كلها بتركز على النزله بالكوع والعصر بالكوع، هو اللي بيظبط معانا الظهر. هنمسك المسكه بتاعتنا. طبعا هنخش جوه على قد ما نقدر ونميل سنه بسيطه لورا وانزل بالكوع بتاعي واطلع طالع بالكوع بتاعي. افرد لحد فوق وجسمي ثابت، يعني ما اروحش مع الكب. ارجع ورا وثابت على كده وبنزل بالكوع وبطلع بالكوع. طب بنزل فين؟ بنزل على صدري، اطلع بالكوع وانزل بالكوع. احصر برضو ثانيه تحت واعمل استرتش فوق كل 3 عدات، هتظبط معايا اللاتس بتاعتي. طبعا ده طبعا التمرين ده للمبتدئين لاول شهر في الجيم، حاجه اساسي. وبعد كده نخش طبعا هنختم بالقطنيه، من اهم التمارين طبعا اوعى ننساها. طبعا هنبدا لعبنا في القطنيه، فهنلعبه على جهاز القطنيه سويدي، بلاش نلعبه بالبار كمبتدئ. فهركز طبعا ان انا ارفع الكرسي فوق خالص عشان اشغل القطنيه فقط من غير ما اشغل الخلفيات في الرجل. طبعا انا مش عايز اشغل مفصل الحوض خالص، فابتدي انزل بالعمود الفقري تحت خالص، اعمل له ستريتش تحت واطلع بصدري احصر القطنيه تحت من غير ما اشغل الحوض. مش عايز اشغل الحوض، يعني مفصل الحوض ثابت معايا. انزل تحت خالص واطلع بصدري احصر القطنيه. هنلعب مثلا 20 عده 3 مرات لحد ما القطنيه تفصل معانا. وده تمرين جميل جدا، هيشد معاك الظهر واللي عنده انحناء في الظهر او كده، فهيشد لك العضلات اللي على العمود الفقري، فهيظبط لك الكلام ده. نركز في التمرين ده، نركز في التمرينه دي، لان التمرينه دي كلها تركيز وفوائد. اهم حاجه تركز وتلعب التمرينه بالتكنيك ده عشان تاخد اعلى استفاده منها كأنت لسه مبتدئ. بعد كده هنخش على الباي، هناخد مجموعتين للباي. هنخش على الباي وهنلعبوا المسطره للباي. اهم حاجه كوعي ثابت جنب مني، احصر الباي وانزل نزله بطيئه عشان افضل محمل على العضله على قد ما بقدر. الباي احصر الباي وانزل نازله بطيئه زي ما احنا شايفين. كوعي ثابت جنبي، يعني ما اقعدش امرجح في كتفي ولا مرجح بكوعي، لا انا كوعي ثابت جنبي وبحصر
الباي زي ما احنا شايفين، وبنزل نازله بطيئه. هنلعب برضو 4 مجموعات ب10 عدات، وبعديها هنخش وهنختم بالدمبل الشواكيش. اهم حاجه طبعا في التمرين بتاعنا اللي انا اعمل الحركه بتاعتي كامله بوزن مناسب عشان اعرف استفاد اعلى استفاده من التمرينه. طبعا اطلع الدمبل قصاد الكتف وانزل نازله بطيئه، كوعي ثابت جنبي. اهم حاجه الطلعه تبقى قصاد الكتف، واطلع طلعه كامله وانزل نازله كامله بعصره الباي، واركز بالتكنيك اللي انا كوعي يبقى ثابت جنب مني، ما اقعدش مرجع او العب لجوه او الكلام ده. وبكده ابطال نبقى خلصنا تمرينة الظهر والباي للتأسيس كأول شهر ليك في الجيم او اول شهر ونص. وهتستفاد من التمرينه دي. اهم حاجه تدرج في الوزن بتاعك وتركز في التكنيك، اهم حاجه اهم من الوزن طبعا التكنيك. ولعبنا كله في اول شهر او اول شهر ونص 4 مجموعات في 10 عدات عشان تاخد اعلى استفاده وتحمل طبعا على العضله والجهاز العصبي وتاخد اعلى استفاده. اهم حاجه طبعا تتابعنا وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، عشان ان شاء الله نكمل لكم رحله التاسيس في الجيم للمبتدئين. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.